بالشكل ده. وبعدين يا اخي يسافر ولا ما يسافرش احنا مالنا؟ بس يا احمد بس مالنا ده ايه؟ هو فتحي ده قال مش يبقى جوز بنتي؟ يعني واحد من العيله وانا عبد المنعم ابو شلبي هو يسافر وابقى انا اخر من يعلم؟ طالما دي حاجه تخص شغل احنا مالنا، وما دام بنتك ما اشتكتش احنا مالنا يا اخي. مالنا يا اخي؟ طب اسكت يا احمد لانك لا فاهمه حاجه ولا عمرك هتفهمي. هو في ايه؟ تقول ايه؟ الف شكر، بس يا ريت بلاش الحلو ده. طب حته صغيره بس يا حاج. لا والله يا الدكتور موصيني حاجه بلاش الحلويات. ليه يا حاج؟ انت عندك السكر ولا ايه؟ اعوذ بالله. لا ابدا، بس الدكتور الحقيقه قال لي راعي سنك ابعد اكتر ما يمكن عن الحلويات. بس انا في موضوع كنت عايز اتكلم فيه دلوقتي. انتوا مش توصوا الست ميسه تشد حيلها شويه عشان تجيب لنا عيل يا اخي ابراهيم؟ ولا انتوا ما بتحبوش العيال ولا ايه؟ احنا تعبنا يا حاج من كتر الكلام في الموضوع ده. انت اصلك يا حاج ما تتصورش قد ايه انا نفسي كلنا احفاد. انا ما خلفتش غير ميسه بنتي، قلت بقى البركه فيها هي وجوزها يخلفوا لنا كام عيل كده نفرح بيهم. يا سلام، امال ايه الحكايه بقى؟ اللي طالع عليها انها مش ضامنه جوزها ومش مرتاحه معاه. ده كلام استهانم. طب ده انا موصي الواد 100 وصيه انه ما يسيبهاش ابدا وعمره ما يصرف في حته من غيرها، والواد بيعمل ده بكل قلبه وبكل روحه. لا استهانم، تلاقي هي اللي بتدلع ومش عايزه خلفه. حاجه ما اعرف ان في ستات كده يخافوا من الحبل احسن يبوظ جسمهم او العيال تبين سنهم يعني. على العموم يا حاج انا هقرص عليها جامد، وعايزه بقى من ناحيتك انت توصي فتحي يعملها كويس. عينيا ليك يا استهانم، حاضر. انما عم بنعمل ايه؟ سألتك ما قلتليش انت كنت عايزني في ايه؟ طبعا اذنكم اسيبكم بقى تتكلموا مع بعض، هعمل تليفون. اتفضل يا استهانم. شوف يا حاج. ايه جوزها مات بره؟ ايوه. طب وايه المشكله؟ انا شايفه انها حلوه، دي مش وحشه خالص. هي مساله حلوه ولا وحشه؟ كفايه انها بنت ابراهيم العقاد. هو ايه مش لاقي لها عريس؟ لا طبعا العرسان كتير، بس هي اللي شكلها لسه بتحبه مش قادره تنساه. يا حبيبتي لازم كان حنين عليها قوي. لا خالص، ده كان كل يوم بيطلع عينيها. وعمي الحاج كان ساكت له؟ ما هي ما كانتش بتحكي للحاج على كل حاجه. قولي يا فتحي، هو كان بيشتغل ايه؟ زي كده رجل اعمال، بس الفرق اللي ما بيني وما بينه انه كان كل يوم بيرجع لها وش الفجر مش شايف قدامه، سكران، وهي ولا تقدر تقول له كنت فين ولا بتعمل ايه. سامعين كلامه؟ انت بتقصد ايه؟ الله، انا بقول الحقيقه. بس يا اولاد بس كل واحد وله طبع. يا حبيبي انت لو بتحب السهر خد مراتك واسهروا براحتكم. اسكت يا حكمت شويه، خلينا نشوف المشكله الاساسيه. مشكله ايه بس؟ مشكله البنت دي اللي مش عاوزه تتجوز. مش جايز العرسان اللي تقدموا لها ما يعجبوهاش؟ لا طبعا، دول احسن عرسان وعلى اعلى مستوى. انت ما تعرفش حد كويس يا عبد المنعم؟ يا ريت. ويا ريت ليه؟ انا عندي ليها عريس مش هترفضه. مين ده؟ نبيل ابن عمتي. ايه رايكم؟ ايه راينا؟ ده حته موظف لا راح ولا جه. بس يا حكمت بس انا شخصيا موافق على الترشيح ده. قول لي يا فتحي، هو ابوك بيدور على عريس غني؟ لا ابويا ما بتفرقش معاه موضوع غني وفقير، كل اللي يفرق مع ابويا انه ما يكونش طمعان فينا. ايه في ايه؟ صربعتيني وخليتيني اسيب مكتبي واجي كده بسرعه. في ايه؟ اتفضل تعالى اقعد عشان تشوف البلوه اللي احنا فيها. بلوه؟ خير؟ في ايه يا ميسه؟ ما تتكلمي يا بنتي. احنا اصلا لسه راجعين من عند الدكتور. دكتور ايه وليه؟ هو انت حاسس بحاجه؟ انت اب منظر وخلاص. دكتور امراض النساء. ولا عند امك حاجه؟ مش بقولك مش دريان بحاجه؟ بالعقل كده هكون انا اللي حامل؟ صحيح، انا نسيت انكم قلتوا لي رحتوا للدكتور قبل كده وقال لكم ميسه تعمل شويه تحاليل، وقال لكم ايه النتيجه بقى؟ بنتك مش هتخلف. مش هتخلف؟ مش هتخلف ليه؟ لان عندها عيب خلقي. انا مش فاهمه العيب ده جالي منين، مع ان ماما سليمه وخلفتني. ايوه خلفتك يا ميسه، بس بعد ما دوختني السبع دوخات على دكاتره مصر كلها وبعد كده ربطت. اقعد ساكت بقى وبلاش اتكلم قدام البنت وخلينا في المصيبه اللي احنا فيها. يا ماما من فضلك بلاش تكبري الموضوع. جوزك لما يعرف هنقول له ايه؟ يعني هنقول له ايه يعني؟ يعمل اللي يعمله. يا بنتي دول ناس بلدي وبيحبوا خلفه العيال. طب هو عنده ولد. بس مش منك.
طب بس مش عايزين كلام كتير في الموضوع ده، لحسن يوصل الحاج ولا مراته وتبقى مشكله. بقول لك يا ميسه، هو فتحي جوزك يا بنتي عارف انكم رحتوا للدكتور؟ انت قلتي له يا ميسه؟ لا. جميل جدا. شوف يا ميسه يا حبيبتي، اوعي تجيبي له سيره باللي حصل، خليه دايما فاهم ان سبب عدم الخلفه منه هو مش منك انت. بالذمه انت بني ادم وفي عندك مخ. نفسي افهم انت بتفكر ازاي؟ بفكر زي الناس. هو في ايه يا حاج؟ ازاي هيبقى العيب من جوز بنتك وهو مخلف قبل كده وعنده ولد؟ صحيح، عندك حق يا حاج.